السلام عليكم. الكثير يسألني عن طريقة تغيير اللغة في أجهزة الأندرويد، في أجهزة السامسونج طبعا. طبعا الطريقة بسيطة، بس في بعض الناس يواجهوا مشكلة. عندنا إذا ذهبنا إلى الإدارة العامة هنا بندخل سواء كان بالعربي ولا بالإنجليزي. بطبقها الآن بالعربي. بالعربي هنا عندي أول خيار، هنا الآن كذا عربي بحول إنجليزي. طبعا إذا كان عندنا بالإنجليزي بنرجع كذا. هذا عندي الإعدادات هنا هذه قائمة الإعدادات. بذهب إلى فين؟ لعندنا المكان هذا لازم نحدد تحديد عشان نعرف، إن بعض الناس ما يعرف إنجليزي. هنا عندي جنرال، عندي لينجويج داخله. إذا دخلت عليه كذا لازم نتأكد من الخطوط. هنا عندي أول خيار لينجويج، إذا دخلت عليها خلاص هنا عندي اللينجويج بختار العربية، وبعدين أعمل أبلاي. إذا ما جت كذا بسحبها لهنا واحذف الإنجليزي. طبعا في مشكلة إن بعض الناس لما يغير اللغة عربي ويرجع ما تتحول شو اسمه كل القوائم وكل التطبيقات بالعربي. في مشكلة في ايش؟ المشكلة تكون انه عنده الاصدار حق الجهاز نفسه يا اما تكون امريكية يا اما صينية، لانه في بعض الاجهزة شو اسمه الاصدار حقها يكون اصدار محلي لنفس الدولة هذيك وما يدعم اللغة العربية. هو بيكون عربي اللغة عربية من الاعدادات، بس القائمة ما بتكون عربي كامل. بعض الحاجات تستطيع النظام يعربها، بعض الحاجات ما تدعم. عشان كذا إذا ما كان النظام عربي لازم يغير الروم كامل يكون عربي، غير كذا ما يستطيع يغيره من نفس الإعدادات.